الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل بقى. احنا كنا وقفنا في الفيديو اللي فات ان الاكتوديرم والاندوديرم، على بس النضاره عشان الناس ما تركزش يقول لك اللي قال على النضاره اهو، ان الاكتوديرم والاندوديرم اولا هم اللي هيكونوا الجنين، وهم طبقتين زي دول كده. ادي الاكتوديرم وادي الاندوديرم. حلو الكلام؟ لكن لسه ما جاش الميزو ديرم. الميزوديرم على فكره اسمه الثاني ميزنكايم. ده مين؟ اكتو، وده مين؟ اندو. الميزوديرم مكانه المفروض ما بينهم. فاحنا عايزين نعمل حاجتين دلوقتي، نفصل ده عن ده، وبعدين المسافه اللي في النص نملاها مربع، قصدي ميزوديرم. ازاي الكلام ده بيحصل؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ اندو. ومين ده؟ اكتو. يبقى مين ده؟ اندو. ومين ده؟ لا مؤاخذة شكله شكله شرشف مش كده. ده اكتوديرم. ادي الاكتوديرم والاندوديرم اهو. احنا عايزين نفصل دول عن بعض. ولما يتفصلوا يبقى في فراغ نعمل فيه ميزوديرم. شايفين ايه اللي حصل؟ حصل ان الاكتوديرم لقيناه بدأ يتفصل عن الاندوديرم. يا ترى مين اللي زق الاكتوديرم لفوق والاندوديرم لتحت؟ هذه الحيطه. شايف الحيطه دي؟ نازله من مين؟ من الاكتو. بس مش في كل الاكتوديرم، مش من اوله لاخره، في نصه الخلفي بس. على فكره عايز اقول لكم حاجه، معلش يعني، ان الجنين اللي قدامنا ده سوف يكون جنين. يا ترى بقى هو فين راسه ورجله وبطنه وظهره؟ ان شاء الله يا جماعه في المستقبل كل الاخضر ده هيبقى ظهر الجنين، وكل الاحمر ده هيبقى بطن الجنين. يعني الواد كده نايم على بطنه ودي ظهره، وهنا نصه التحتاني هيبقى فيه رجلين هيطلعوا هنا، ونصه الفوقاني ده هيبقى هنا في راسه. يعني هنا ان شاء الله هتبقى راس الجنين هنا كده، دي راسه. شايف راسه؟ وبعد كده هيطلع له دراعات هنا، ادي دراع، ويطلع دراع تحت، وبعد كده هيبقى في رجلين هنا. خلاص؟ ده هيبقى جنين. عشان بس المسميات هتبدا تكتر دلوقتي. نرجع لموضوعنا. الاكتوديرم انفصل عن الاندوديرم بدفع من هذا اللي نزل ده. اللي نزل ده لما بصينا على الجنين من فوق من ظهره من الدورسال لقينا في شق هنا. افتكرنا ان ده مجرد شق. ده مش مجرد شق، ده الشق ده في النص الخلفي او التحتاني قصدي للجنين، وممتد لتحت كده عشان يدفع الاندوديرم لتحت. تعالوا نقول شويه مسميات. ده كده دورسال بتاع الجنين، واللي تحت الاحمر ده فنترال، والنص اللي قدام هيبقى ناحيه راسه فبنسميه سيفاليك او كرينيال، والنص التحتاني ناحيه رجليه او كما يقول الناس اياهم بتوع التطور ناحيه ديله، فسموها كودل سامحهم الله. يعني ده بالنسبه لهم راس البني ادم، ودي ان شاء الله والعياذ بالله ديله. يبقى دي سيفاليك ودي كودل. ما علينا، هم اللي بيألفوا فاحنا لازم نسمع الكلام. دي اسمها كودل ودي اسمها سيفاليك. فبيقول لك اقرا بقى معايا. في الكودل هاف على الدورسم ظهر شق. الشق ده اسمه بريميتيف ستريك، بس الشق ده في الاكتوديرم، لكن البريميتيف ستريك ده نزل وامتد لتحت وزق الاندوديرم لتحت. واضح؟ حاجه كمان في قدام عند البريميتيف ستريك لقينا كوره كده من الخلايا. انا عاملها احمر عشان تبان، لكن هي برضو اكتوديرم. الكوره دي اسمها بريميتيف نود بالدي او نوت KNOT لو تفتكروا، زي اللي نعمل نوت كده. ده تكدس من الخلايا. النوت دي تكدس من الخلايا عنده قدره على التكاثر الرهيب. عشان تفهموا مدى قدره البريميتيف نود على التكاثر، دي مش بس واد طالعه فوق، دي مخترقه كل الاكتوديرم وممتده لحد تحت. كل اللي انا ماسكها دي بريميتيف نود. كل دي من هنا لهنا، كل دي بريميتيف نود. بص على الرسمه اللي عندك في الكتاب، هتلاقي الظهر ده قدامك دلوقتي، هتلاقي شق تحت كده اسمه بريميتيف ستريك، وهتلاقي في كوره في النص الجنين، هتلاقي مكتوب ايه عشان تبقى مركز؟ in the cephalic end of the primitive streak. الله، لو انت فاهم. مش البريميتيف ستريك اصلا كودل؟ يبقى طول ما انا ماشي فيه قدام يبقى انا رايح ناحيه مين؟ السيفاليك. فدي at the cephalic end
اوف ذا بريمتيف ستريك، ما تكمل الجمله، اصلك لو قريت السيفاليك اند اوف ذا جانين يبقى المفروض مكانها هنا اهو. لا، هي السيفاليك اند اوف ذا بريمتيف ستريك يعني هي تقريبا في نص الجنين، اسمها بريمتيف نود. يا عم ارحمنا بقى، ايه لازمه المسميات دي كلها؟ اصل انا كل ده عايز اجيب الميزوديرم. من المنظر اللي انت شايفه ده اين سيظهر الميزوديرم؟ هنا في الفراغ ده، لسه ما ظهرش. اخر حاجه قبل ما نجيب الميزوديرم عشان نبقى خلصنا المرحله العميقه دي، بيقول لك بيمتد من البريمتيف ستريك، بيمتد من البريمتيف ستريك او البريمتيف نود امتداد الى الامام. شايف القلم ده؟ عباره عن امتدادات من البريمتيف نود لقدام. ثانيه واحده كده، هذا الامتداد اللي لقدام ده قاعد في المكان اللي الان هيكون هذا المكان بعد كده في المستقبل فيه ميزوديرم، وفوقيه اكتوديرم، وتحتيه اندوديرم. هذا الامتداد اسمه نوتوكورد. يبقى لو سالتك البريمتيف ستريك في انهي نص من الجنين تقول لي في الكودال هاف، والنوتوكورد في انهي نص من الجنين تقول لي في الكرينيال هاف. وده اسمه ايه؟ دورسم او اكتوديرم، وده الكودال، وده الكرينيال، وده البريمتيف ستريك. الشائب اللي تحت ده كمان كله على بعضه اسمه بريمتيف ستريك. وده بريمتيف نود اللي طلع منها النوتوكورد اللي قاعد في الكرينيال هاف او السيفاليك هاف. والاندوديرم تحت. خلاص بقى انجز في هذا الفراغ. بص بقى، الستريك بالنود او النود بالنوتوكورد كلهم يعتبروا في الميد لاين، يطلع منهم اكستنشن من الخلايا، بحر من الخلايا يروح كده. بصوا كده، خليك زي ما انت اهو، ادي اكتوديرم وادي نوتوكورد وادي المناطق دي، ده الميد لاين اهو. يحصل لاترال سبريد، الكلام ده مكتوب عندك، من النود ومن الستريك وكمان من النوتوكورد. يحصل لاترال سبريد زي ايديا كده اهو، ويتكون طبقه هنا بين ده وبين ده، بين الاكتو وبين الاندو. يبقى الطبقه دي اسمها ايه؟ ميزوديرم. وتبلع بقى الطبقه دي يبقى عايم فيها النوتوكورد. كل الرغي ده بنلغيه لاني هقطع دلوقتي مقطع. هذا المقطع سيكون بدايه الكلام عن الهدف الاول من الامبريولوجي اللي قلته لكم في اول فيديو خالص، ان الامبريولوجي هنا في منهجنا بتاع طب اسنان كي ندرس كيف صنعت 6 اشياء. ودلوقتي هنبدا نصنع الاولى منهم، وهي النيورال كريست سيلز اللي مكتوب عندك في الكتاب تحت عنوان Development of Nervous Tissue. اللي بيحصل امتى؟ في الامبريونيك بيريود. بيحصل في الامبريونيك بيريود. خلي بالك عشان ما نتوهش، نحن الان في الامبريونيك بيريود. شفنا حاجه اسمها بلاستوسيل وبلاستوسيست، وشفنا ده في الاوفم، انا اسف، شفنا حاجه اسمها اكتوديرم واندوديرم، ودلوقتي شفنا ميزوديرم، وثم سوف يصنع في البريسومايت بيريود ايضا. خلي بالك كل ده في البريسومايت بيريود. سوف يصنع في البريسومايت بيريود ايضا النيرفس تيشو. ازاي سيصنع؟ اسالك سؤال قبل ما اقول لك ازاي سيصنع. تفتكر هيتصنع فين في الجنين ده؟ هل يا ترى في ظهرك، في الجلد يعني، ولا في بطنك، ولا في النص؟ لا، هيتصنع في النص جوه هنا. بس في انهي هاف؟ في الكرينيال هاف ولا في الكودال؟ شوف انت مخك فين بقى، في النص السيفاليك ولا في النص الكودال؟ اكيد في النص السيفاليك. فالشغل كله يا جماعه هيبقى الناحيه دي. وفين بالظبط في الناحيه دي؟ في الاكتو والاندو. طب كمل كلام بقى. احنا هنقطع مقطع دلوقتي، هو ده اللي هتلاقيه مرسوم عندك في الديفلوبمنت اوف نيرفس تيشو. هنقطع مقطع كده كده كده. بس للاسف هقول لك حاجه، وقف سيد ثانيه واحده. انا اسف، انا قلت ان هو بيتصنع في الاكتو والاندو، دي غلطه مطبعيه. بيتصنع طبعا في الاكتو والميزو. انا هقطع مقطع دلوقتي هيقطع الاكتو بالعمود ده اللي اسمه نوتوكورد بالميزوديرم اهو. كل ده مقطع مقطع مقطع. طير انت. تمام. واطلع فوق كده. المنظر بقى ده اللي هتشوفه في الرسومات. الخط ده اكتو، والهوا ده ميزو، والنقطة دي نوتوكورد. المنظر ده هيبقى فيه شغل كمان كتير في الديفلوبمنت اوف نيرفس تيشو. كيف سيصنع النيرفس تيشو؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله حالا بالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل ديفلوبمنت اوف نيرفس تيشو.
صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عملت الفيديو بتاع ان هم يدعوا لي والكلام ده ولا لا؟ عارف لو ما كنتش ما حدش هيفهم حاجه على فكره، انا بقول لكم اهو ان شاء الله لا هيدعي لي بس انا واهلي وجميع المسلمين ان شاء الله وجميع الناس يعني ان شاء الله كله بقى كله في المهم. بص كده ده الاكتوديرم، يعني ايه اللي انا ماسكه ده؟ كل شويه العمليه بتكبر انا عارف. فاكرين البتاعه دي اللي كانت اكتوديرم واكتوديرم ورا وكودل؟ انا خدت النص الكودل بس، سوري النص السيفاليك بس، الاكتوديرم اللي قدام بشويه ميزوديرم تحتيه، يعني دي كده نص الجنين بس مش اكتر. نص الجنين اللي قدام، النص اللي ورا ماليش دعوه بيه، وده النص اللي قدام اكتوديرم. وايديا دلوقتي قاعده في الميزوديرم، والعمود ده النوتوكورد. احنا على فكره هتلاقي مكتوب عندك ان النوتوكورد ده سوف يكون الدعامه للجنين حتى ياتي الفيرتبري اللي هي العمود الفقري يعني. فده دعامه بس مش اكتر. احنا بقى عايزين نعمل نيرفس تيشو مش عشان جمال عيونه، اشمعنى ان نخش اليورينري سيستم، اشمعنى النيرفس يعني عشان احنا ناس شيك يعني؟ لا، عشان وانا بعمل النيرفس تيشو هتيجي سيره النيورال كريست سيلز اللي هي هتعمل اندفرنشيت ميزنفامل سيلز بعد كده، فانا باخده عشان خاطر دول. فوانت ماشي معايا هتيجي سيره النيورال كريست سيلز، هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا ونكمل الديفلوبمنت اوف نيرفس تيشو عشان الراجل ذوق برضه نديله حقه. بعد ما يمشي نستفرد احنا بقى بالنيورال كريست سيلز ونقول ايه اللي جابك بقى هنا؟ انت بتاعتنا بتاع طب اسنان، ايه اللي جابك على النيرفس تيشو؟ تحكي لنا بقى هي حكايتها. فنبدا بالترتيب. مين ده؟ اكتوديرم بتاع اني هاف؟ سيفاليك هاف. ومين اللي تحت؟ ميزوديرم. اللي انت هتشوفه مش هتشوف بقى الفطيره دي، انت هتشوف خط ونقطه، الخط اكتوديرم والهواء اللي تحتيها ميزوديرم او ميزنكايم، والنقطه دي نوتوكورد. معلش عشان ما نتلخبطش هنشيل النوتوكورد ده على جنب. تعالى بقى، لقوا ان الاكتوديرم مش كله هيعمل نيرفس تيشو، لقوا ان في حته بس في نص الاكتوديرم ده هي اللي هتعمل نيرفس تيشو. فالمنطقه دي يا دكاتره اسمها نيورال بليت، ممكن نكبرها شويه. هتلاقي مكتوب عندك ايه؟ ان جزء من الاكتوديرم يبقى سكند يدخل شويه، وهو ده الحته دي كلها يا جماعه ان شاء الله هتبقى نيرفس تيشو. اسمها ايه دي؟ نيورال بليت. ما هي الا اكتوديرم في الكرينيال هاف او السيفاليك هاف تخن. ثم فجاه نلاقي النيورال بليت دي عملت حاجه عجيبه شويه. عملت ايه؟ مالكوش دعوه بالاقلام دي، انا بستخدمها بس عشان اعمل اللي انا عايزه. هتلاقي فجاه كده النيورال بليت حصل فيها 2 elevations. 2 تعالى يا ابني انت هنا. راح فين؟ ايوه اها. مين ده؟ elevation. ومين ده؟ elevation. واللي في النص الديبريشن ده اسمه جروف. فسموا النيورال بليت دي، قسموها بقى الى نيورال فولد اولاني، ونيورال فولد تاني، ونيورال جروف في النص. عارف الفولد عالي، عارف قمته اسمها ايه يا معلم؟ كريست. اذا هذه الخلايا اللي بنقط عليها دي اسمها نيورال كريست سيلز. رقم 1 هي خلايا اكتوديرم ولا ميزنكايم؟ اكتوديرم. اللي يسموها نيورال كريست عشان على قمه النيورال فولد. انا بدرس ايه دلوقتي؟ انا بدرس الديفلوبمنت اوف نيرفس تيشو، ماليش دعوه بدي، هعمل نفسي مش شايفها. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ان النيورال فولد اليمين والشمال يكبروا شويه كده، يعني النيورال فولد ده يكبر شويه كده. الرسمه دي هتلاقيها عندك واضحه جدا. والنيورال فولد ده يكبر شويه كده، يكادوا يقربوا من بعض، والنيورال جروف عمال يتعمق. ده رسمه 3 دايمنشنال، لكن اللي انت بتشوفه في الكتاب عباره عن المقطع اللي انا مقطعه ده، عباره عن دي كده. فين النيورال كريست؟ ما زالوا اهو. المطلوب دلوقتي ان اعمل نيرفس تيشو، ماليش دعوه بالنيورال كريست. هيحصل ايه؟ ان الفولد هيقرب من الفولد، الموجه تجري ورا الموجه عايزه تطولها، وفعلا بتطولها.
اوعى تقول لي فين النيورال كريستالز، لانك دلوقتي لو فكرت بالمنطق وعملت محاوله انك تفهم بالمنطق هتكون النتيجه انك هتقول ان النيورال كريستالز قفشوا في بعض دلوقتي. هم الحقيقه ان هم عملوا حركه غايه في الجرأه. اول ما الخلايا دي والخلايا دي لقوا نفسهم هيخبطوا في بعض خلاص. مش هقول لك عملوا ايه، اصل انا مش بدرس النيورال كريستالز، انا بدرس الديفلوبمنت اوف ذا نيرفس تيشو. نكمل موضوعنا. الفولد لزق في الفولد وخلاص لحموا في بعض، فتكون عندك نيورال، الله اكبر، نيورال تيوب. شايفها؟ النيورال تيوب دي هتلاقي مكتوب عندك ايه؟ ان هي بعد كده سيباريتد من الاكتوديرم، تتفصل عن الاكتوديرم، تتشفى كده. سلام سلام على الصلصال وجمال. اند وسينك، الله على الكلمه دي حلوه قوي في الكتاب. سينك يعني تغوص في مين بقى؟ في الميزنكايم، في الدم. وهذه التيوب ان شاء الله هي اللي هتعمل لي بقى المخ والحبل الشوكي وكل حاجه. وكاتب لك بعد كده سوف تنتفخ في الاخر الى فور برين وميد برين وهايند برين وقصص طويله كده، وهنشرحها ان شاء الله في الموديل اللي جاي اللي هو بتاع الامبريو ات 3 ويكس انترايتراي. لكن المهم دلوقتي ان دي يا اخ يا فاضل اسمها نيورال تيوب. نرجع بقى لموضوعنا. انت قلت لي من شويه ان الفولد هيقابل الفولد والنيورال كريست سيلز هيعملوا حاجه، مش هقولها لك دلوقتي، قولها لنا بقى. هقولها لك، اصبر عليا وقت كده سريعه. اللي بيحصل الخلايا النيورال كريست سيلز اهو، احنا رجعنا تاني، هيقابلوا بعض. قبل ما يقابلوا بعض على طول وهم بيلحموا مع بعض حصل حاجه، بس هنعملها بالتصوير البطيء. كلهم الكريست بس كلهم انفصلوا. كلهم بطولهم كده انفصلوا، وده لحم وعمل التيوب. زي ما اتفقنا. واللي انفصلوا دول بعد ما انفصلوا نطوا ونزلوا تحت جنب التيوب. يبقى انت كأن موجة وموجة هيمسكوا مع بعض، والكريست اهي. اول ما الموجة قربت من الموجة قامت خلايا الكريست دي قامت هوب نزلت تحت، بقت جنب التيوب. فاصبح عندنا معضلة دلوقتي. الخلايا دي اللي هي اسمها نيورال كريست سيلز دي اكتوديرمال سيلز، لكنها الان قاعده في الميزنكايم. مكتوب في الكتاب ايه؟ فتاخذ بعض صفات وتصرفات الميزنكايمال سيلز. فتسالها وانت اكتوديرم لان مصدرها اكتوديرم ولا ميزنكايم؟ تصرفاتك كده تدل على انك ميزنكايم. وانت ولد ولا بنت؟ انت ولد، مكتوب في البطاقه ولد، لكن تصرفاتك كده تدل انك انت راجل ما شاء الله عليك. هو بصراحه اكتوميزنكايم. يعني ايه اكتوديرمال سيل لكن فيها بعض التصرفات الميزنكايمال سيلز، فسميناها اكتوميزنكايم. انت مصري ولا امريكاني؟ انا مصري بس عندي صفات الامريكان لاني قعدت معاهم كتير، قعدت في وسطهم كتير، فتبقى هتاخد جنسيه مصري امريكاني. بس المذهل في الموضوع ايه؟ ان هذا المصري اللي قعد في امريكا شويه ونتيجه قعاده في امريكا فاكتسب صفات الامريكان الحلوه، طبعا انا مش قصدي حاجه، فاصبح مصري امريكي. بعد شويه بعد 20 سنه خيروه، قالوا له تحب تبقى مصري ولا امريكاني؟ اختار واحده بقى. فبعد ما قعد هناك كتير يا عبد الله قالوا له تاخد اني جنس، تختار ايه يا دكتوره؟ انا مصري وافتخر. هو بقى ما اختارش كده، هو قال لك بما ان انا قاعد في امريكا بقالي كتير بقى انا هبقى بقى ميزنكايمال. عشان كده اقرا معايا كده. واحد، النيورال كريست سيلز كانت زمان ايام الشقاوه كانت اكتوديرمال باقتدار، لما اتشقت وراحت تحت في الميزنكايم بقت اكتو ميزنكايم. ولما قعدت كتير 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 والدنيا اتقدمت بيها قالوا لها اختاري، قالت لهم والله انا اعرف انا مين، انا انديفرنشيتد يعني ماليش اسم ولا مميزه، لكن اللي انا اعرفه الحقيقه يعني ان انا انديفرنشيتد. كمل الجمله. ميزنكايمال سيلز. طب اكتوديرمال يا بنتي يا حبيبتي، انسى راحت خلاص. انا قعدت في ميزنكايم وشبعت مزنكمه. شبعت ايه؟ مزنكمه. يبقى اذا
3 كلمات: اكتوديرمال ده زمان، اكتوميزنكايم لما نزلت قعدت تحت شويه، انديفرنشيتد ميزنكايمال سيلز لما قعدت كتير فبقت انديفرنشيتد، مستنيه حد يعمل لها اندكشن يحفزها، يقول لها انت مش انديفرنشيتد، انت قاعده هنا احنا خدنا الميزنكايمال تعملي اللي احنا عايزينه، ايش انديفرنشيتد ميزنكايمال سيل، تلاقيها بقت اودونتوبلاست، تقول له اودونتوبلاست يا باشا وتعمل دنتين. انت انديفرنشيتد يعني انت مش عارفه انت مين انت اصلا، بس ميزنكايمال تبعنا يعني سيمنتوبلاست يا باشا. ده اسمه اندكشن، اي تحفيز بالذوق طبعا مش بالعافيه، يعني ان انت تحفزك الى الدنتال ابيثيليوم، تديكي بالبنيه فتتحولي من انديفرنشيتد لاودونتوبلاست، تديكي بنيه الدنتين تتحولي الى سيمنتوبلاست، تديكي بنيه فاكتور ثاني تتحولي للاوستيوبلاست، تتحولي للفايبروبلاست. المهم ان انت هتعملي اللي الميزنكايم عارفه، انت اللي جبتيه لنفسك، ما انت كنت قاعده في الاكس زي ما معززه مكرمه وزي الفل، قاعده باشا في القشره كده وزي المخ زي الفل، نزلتي قلت انا اكتو ميزنكايم، بعد شويه قلت انا عندي فرانشيت ميزنكايم سيلز، يبقى اللي يقول لك تعملي حاجه تنفذي وانت ساكته. انا بقول لك اهو، حد فاهم حاجه؟ مش مهم. عايز تفهم هتعمل ايه؟ ادعي لي ماليش دعوه، لو ما دعيتليش ان شاء الله مش هتفهم. طبعا في ناس كتير هتدعي له برضه مش هتفهم، دي مشكلتهم هم بقى، ما عنديش مشكله انا معاهم.